تي في. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي كيهم كاع المغاربه واللي هو موضوع البوليزاريو. غنتطرقوا لعده نقاط اهمها شكون هما البوليزاريو، كيفاش بدا الصراع بين المغرب وهذه المنظمه، كيفاش تحولات من منظمه لمرحله اعلان انهم جمهوريه، وشنو هو الراي ديال محكمه العدل الدوليه والراي ديال الاطراف اللي عندها يد في هذا النزاع. البوليزاريو هي اختصار بالحروف الإسبانية لما يسمى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. والساقية الحمراء هي من أراضي الصحراء المغربية وكتمثل تقريبا ثلث ديال مساحتها، ووادي الذهب هو إقليم واسع كيغطي ثلثين من أراضي الصحراء المغربية. وحسب الأمم المتحدة فهذه المنطقة هي أرض متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليزاريو. البوليزاريو إذن هي حركة انفصالية تابعة لمجموعة من القبائل اللي طالبت باستقلالها على المغرب وبغاو يديروا دولة خاصة بهم. البدايات الأولى ديال البوليزاريو كان سببها بالأساس هو الاستعمار الفرنسي والإسباني، بحيث أن فرنسا فاش استعمرت عدة دول منهم دول شمال إفريقيا كانت بعض المناطق ما خضعش للاستعمار الفرنسي ولكن خضع للاستعمار الإسباني. وهنا بدات أولى نقاط التقسيم، بحيث أنه قبل الاستقلال كان المغرب مقسم لنصفين، الصحراء كانت في يد الإسبان والباقي كان تحت سيطرة المستعمر الفرنسي. من بعد استقلال المغرب على فرنسا في 1956 بقت الأقاليم الصحراوية تحت سيطرة الإسبان، بمعنى أن المغرب هنا باقي مقسم، بحيث منطقة شدت الاستقلال ومنطقة باقية تحت النفوذ ديال مستعمر آخر اللي هما الإسبان. وهذا الشيء اللي بدا كيولد واحد الشعور بالانفصال عند هذوك القبائل الصحراوية، وحسوا براسهم أنهم منفصلين على المغرب وخاصهم دولة بوحدهم. وبدات مشكلة الصحراء قبل ما ينسحب الاحتلال الإسباني منها في 1975، بحيث طالب المغرب باسترجاع الصحراء من الاحتلال الإسباني بصفتها أنها جزء من أراضيه. وهنا غتدخل موريتانيا على الخط وتطالب حتى هي بجزء من الصحراء بدعوى أن السكان عندهم تقاليد شبيهة بالتقاليد الموريتانية. ودخلوا البوليزاريو على الخط وبداو كيطالبوا بإقامة دولة مستقلة، وبأن هذه الأراضي لا هي في ملكية موريتانيا ولا هي في ملكية المغرب حسب تعبيرهم. وكانت بانت في الستينيات حركة متكونة من الطلبة الصحراويين اللي كانوا كيقراو في الخارج واللي تأثروا بالأفكار المعادية للاستعمار المنتشرة في ذاك الوقت، وداروا منظمة سموها منظمة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وكان القائد ديالها هو محمد إبراهيم الباسيري. لكن هذه المنظمة غبر لها الأثر من بعد ما تم سحقها من طرف الفيلق الأجنبي الإسباني في 1970. وجات المحاولة الثانية لإعادة تنظيم هذه الحركة المناهضة للاستعمار مرة أخرى بمبادرة من الطلبة الصحراويين واللي كانوا كيقراو في الجامعات المغربية، بحيث شكلوا خلية بين 1970 و 1972 في الرباط. وكانت هذه الخلية متأثرة بشكل واضح بالأفكار الراديكالية خاصة الماوية اللي كانت مسيطرة في ذاك الوقت على الجامعات المغربية وعلى فكر الطلبة. وتم الإعلان في 10 ماي 1973 على تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، أو ما يعرف اختصارا بالبوليزاريو. والزعيم ديال الجبهة هو مصطفى السيد الرقيبي، وهذا الشيء في مؤتمر نواكشوط في موريتانيا. الجبهة اللي احتضنتها الجزائر ومولاتها ليبيا وتزايد الاعتراف بها دوليا. وبدا النشاط العسكري للبوليزاريو من بعد 10 أيام فقط من التأسيس ديالها، بحيث هجموا على الحامية الإسبانية بمواضيع الخنقة، وتكتف العون المادي والعسكري لجبهة البوليزاريو من طرف ليبيا في 1973. من موراها دخلت الجزائر كذلك في خط الدعم، وانتشرت معسكرات تدريب الصحراويين في ليبيا والجزائر في السبعينيات. وفي ظل هذه الروينة كاملة لجأ المغرب وموريتانيا لمحكمة العدل الدولية للبت في هذه القضية الشائكة. وكان حكم المحكمة في 16 أكتوبر 1975 بأن هناك علاقة تاريخية بين المغرب وموريتانيا مع هذا الإقليم الصحراوي المتنازع عليه، لكن ضروري من استفتاء الناس في الصحراء واش باغيين ينضموا لموريتانيا ولا المغرب ولا باغيين يستقلوا بوحدهم. من مور صدور رأي المحكمة أعلن الملك الحسن الثاني في 16 أكتوبر 1975 على تنظيم مسيرة خضراء للأقاليم الصحراوية. وفي 6 نوفمبر 1975 انطلقت المسيرة الخضراء من مدينة طرفايا، وشارك فيها 350 ألف مواطن ومواطنة، وشارك فيها سفراء عدد من الدول العربية منهم السعودية والأردن وقطر والإمارات وعمان والسودان والغابون والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وفي 14 نوفمبر 1975 توقعت اتفاقية مدريد الثلاثية اللي تم بموجبها خروج الاستعمار الإسباني وتقسيم المناطق الصحراوية بين المغرب وموريتانيا.
وهنا غيبدا الصراع الحقيقي، بحيث أن جبهة البوليزاريو ما بغاتش تبقى مجرد منظمة ونضعوا على إقامة جمهورية سموها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير 1976، وتم تشكيل أول حكومة صحراوية برئاسة محمد الأمين أحمد. واعترفت العديد من الدول بهذه الجمهورية الوهمية، خصوصا دول إفريقيا. في المقابل كتدعم العديد من دول العالم كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وجامعة الدول العربية باستثناء الجزائر سيادة المغرب على الصحراء، والمبادرة اللي اقترحها المغرب لحل النزاع واللي هي الحكم الذاتي. اعترفت موريتانيا بالجمهورية الصحراوية في 27 فبراير 1984، وهذا الشيء اللي خلى البوليزاريو يكثروا هجماتهم على المغرب وكانوا كيتسللوا لداخل المغرب. هذا الشيء اللي خلى المغرب يبني ما يسمى بالجدار الرملي باش يمنعوا مقاتلي البوليزاريو من دخول المغرب. استمر الصراع العسكري بين أفراد البوليزاريو والمغرب حتى 1988، حتى تمت الموافقة بين الطرفين على الجلوس للتفاوض السلمي في الموضوع. وفي 31 ماي 2000 قدمت فرنسا وأمريكا مبادرة مشتركة لمجلس الأمن لصياغة حل سياسي يقوم في الأساس على إعطاء حكم ذاتي للصحراويين في الصحراء، وذلك تحت السيادة المغربية. وصدرت الأمم المتحدة قرار بوجوب الاستفتاء في الصحراء، وكتميل جبهة البوليزاريو لهذا القرار. أما المغرب فكيميل لفكرة الحكم الذاتي تحت سيطرة المغرب. في يونيو 2001 أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن المبعوث ديالو الخاص جيمس بيكر وضع مقترح اتفاق إطار، واللي كيعني أنه يتم تطبيق الحكم الذاتي لمدة 5 سنوات ومن بعدها يديروا استفتاء، واعتبروا الفرصة الأخيرة المتاحة لإيجاد تسوية للقضية. وفي 29 يونيو 2001 صدر مجلس الأمن القرار رقم 1359 اللي كيأيد فيه تأييد كامل الجهود اللي كيبذلها الأمين العام بدعوة جميع الأطراف إلى الاجتماع مباشرة أو من خلال مباحثات غير مباشرة تحت رعاية المبعوث الشخصي، وكيشجع الطرفين على مناقشة مشروع اتفاق الإطار. لكن الجزائر والبوليزاريو رفضوا هذا المقترح. في 2005 المغرب غيقدم مبادرة الحكم الذاتي لإيجاد مخرج للصراع حول الصحراء، ولكن البوليزاريو رفض هذا المقترح وباغي تقرير المصير. من بعد هاد السنوات ديال الصراع واللي في الأصل هو ماشي صراع غير بين المغرب والبوليزاريو، ولكن دخل فيه عدة أطراف، وهذه هي المواقف ديالهم حول النزاع. إسبانيا كتقول أنها مهتمة بالنزاع وكتأيد الوصول لحل بين جميع الأطراف، وساندت تؤييدات لاقتراح اللي طرحه المغرب واللي هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. المغرب كيشوف الصحراء على أنها جزء من الأراضي المغربية، كان الاستعمار الأوروبي هو اللي اقتطعهم منها، وبالتالي في الصحراء جزء من المغرب. الجزائر كتقول بأنها ما معنياش بهذا النزاع وبأنها ما عندهاش أي أطماع في الصحراء، وكتقول بأن القضية ديال الصحراء هي قضية تصفية استعمار، ولكن الواقع كيقول العكس، لأن الجزائر لو كانت ما معنياش بهذا النزاع وما عندهاش أي أطماع فما كانتش غتبقى ديما مدعمة البوليزاريو بكل الأشكال. ولعبات الدبلوماسية الجزائرية دور مهم في صفوف دول العالم، وقدرت تقنع منظمة الوحدة الإفريقية بأنها تعترف بالحكومة الصحراوية عضو فيها، وهذا الشيء اللي خلى المغرب ينسحب من هذه المنظمة القارية في 12 نوفمبر 1982. موريتانيا علنت أن السكان الصحراء نفس التقاليد والعادات اللي عند الشعب الموريتاني، وعلى هذا الأساس طالبت بالجزء الجنوبي من الصحراء المغربية، ولكن تراجعت على هذا المطلب من بعد. سكان المنطقة كيشوفوا أن سكان مخيمات تندوف باغيين يرجعوا للوطن، بحيث هربوا بزاف ديال الصحراويين وقيادات من البوليزاريو للمغرب، كما أن هناك نسبة كبيرة جدا من الساكنة اللي تسجلوا في المناطق الصحراوية في انتخابات المغرب 2007 واللي الهدف ديالها هو المساهمة في تنمية المنطقة.